صباح الهنا والسعاده عليكم او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. تعالوا اوريكم المرمطه اللي انا فيها. الحمد لله تمت على خير، خلصنا المطبخ واستلمناه، بس لسه في اجهزه ما استلمناهاش. المكان الفاضي ده بتاع الجهاز، مش هقول لكم ايه هو دلوقتي علشان تشوفوه معايا لما يتفرش. طبعا بنبدا ان احنا نفرش المطبخ زي ما انتم شايفين كده. وتصوير الفيديو دوت لسبب واحد بس، ان في حد او اتنين كمان كلموني في البرنامج ده، غير الناس اللي كتبت لي في الكومنتات ان هم عايزين يعرفوا اطقم الالومنيا اللي عندي في البرنامج بمين، او هينفع ان هم لسه يجيبوا اطقم الومنيا دلوقتي ولا لا. طبعا مفيش حاجه اسمها ان ما ينفعش نجيب اطقم الومنيا، ده في اكلات ما تنفعش الا بالاطقم الالومنيا. عشان كده ما صدقت ان طقم الحلل الشاورما اللي انا كنت مستخدماه في الحلقه الفلاحي كنت جايباه من عند كيتشنوفا، كان حلو جدا والناس كتير سالتني عليه. اولا ساعتها اتفاجئت ان اصلا كيتشنوفا عامله الومنيا، لان انا عارفه ان هم على طول اطقم الحلل بتاعتي كلها وحاجتي كلها من عندهم وصواني التقديم والكلام ده كله، بس ما صدقت ان هم جابوا الومنيا. فلقيت ان هم منزلين عرض لسه من قيمه 3 4 ايام كده، او من هنقول ايه، من اول الاسبوع اللي فات. ورحت مكلمه احمد بسرعه، قلت له يا احمد انا عايزه العرض اللي نازل بتاع ال3 صواني من كل حاجه. قال لي ده في منهم كمان 4. قلت له لا انا عايزه العرض زي ما هو، مش عايزه حاجه من بره. فجبت العرض دوت. تعالوا اوريكم العرض اللي انا جبته من عندهم حلو ازاي. جبت 3 صواني بيتزا، هو الطقم على بعضه كده اهو. 3 صواني بيتزا مقاسات 26 و28 و30. الالومنيا بتاعتهم تقيله ومحمله، عليها الختم من ورا اهو. دي 26 ودي كيتشنوفا اهي، تمام. ودي 28 ودي 30. الميزه في الالومنيا بتاعتهم ان هم اكنها طبقه ستانلس، تحس ان هي بتلمع. انا موت وسمي ان الالومنيا تغير او ان هو لونها يبقى مطفي، فان هي تبقى بالشكل ده واللمعان ده، ولما تيجي تستخدميها ما تغيرش ولا لونها يغير. فبرافو عليكم كيتشنوفا ان انتوا عاملين حاجه زي دي. 3 صواني بيتزا، هم ده كده عرض على بعضه، وفي صواني منهم 4، يعني في طقم صواني بيتزا 4 قطع، وفي طقم صواني فرن برده 4 قطع. صواني الفرن ينفع فيها الكيك حلوه قوي بتاعت امهاتنا بتاعت زمان، صينيه المكرونه بالبشاميل، صينيه البسيسه، حاجه كده لازم كيكه صينيه الومنيا. برده في منها ال 26. بصوا الطقم اهو، بسم الله ما شاء الله عليه. 3 صواني، وبرده في منه الاربعه 26 28 و30. ده كده الطقم الثاني اللي في العرض. انا هحطه قدامكم كده عشان تبقوا ايه شايفين. ده كده الصواني اللي هي العاليه، وده كده الصواني اللي هي البيتزا. وارجع واقول لكم في 4 صواني بيتزا وفي 4 صواني فرن، لكن جوه العرض 3 صواني. لازانيا، صاج جلاش، شفتوا في عمركم طقم صواني مربع بايدين كيتشنوفا عملته؟ بصوا شايفين، ادي الختم بتاعهم. بصوا الصينيه عامله ازاي، الله اكبر. صينيه بالمكرونه البشاميل، لو لسه عروسه جديده وعايز تعملي فردين على قدك انت والعريس، احلى من كده مش هتلاقي. بصي شكل الصينيه والله العظيم تحفه. بصي صاج اكبر برضه عليه العلامه بتاعت كيتشنوفا. بصي شكل الصاج عامل ازاي. هدايا بقى، عروسه وبتجهزي الصاج الكبير، صينيه مكرونه بالبشاميل معتبره، صينيه جلاش ما شاء الله عليها. بصي داخل بقى رمضان والعزومات بتاعتكم ايه يا محلاها. كان الاطقم بتاعت كيتشنوفا اللي انا جبتها الالومنيا بتاعتهم حلوه جدا، وده كان اول حاجه وريتها لكم النهارده من فرش المطبخ. في حاجات تانية كتير، وهحاول بقدر الامكان ان انا اوريكم كل حاجه انا بفرشها، علشان اي حد عايز ياخد فكره وهو بيشتري او هو بيفرش او هو بيجدد يبقى عنده فكره احنا بنجيب ايه. دول ال3 علب دول كده نازل عليهم عرض على صفحه كيتشنوفا، هحط لكم اللينك بتاعها والحقوهم قبل ما يخلصوا، عشان بجد السحب عليهم كتير قوي. انا مجرد ما بكلم احمد وبقول له عايزه عرض من الصواني الالومنيا، قال لي طب هشوف لك في المخزن، علشان كانوا بيكلمونا ان الستوك اللي عندهم بدا ان هو يخلص. يا رب الاقي لك عرض على بعضه موجود، فتبداوا ان انتوا تطلبوه علشان يا رب يكون موجود ده لسه، علشان تلحقوا تستفادوا بيه. الالومنيا من كيتشنوفا حاجه ثانيه خالص. اسيبكم بقى واشوفكم بخير في فيديو جديد من فرش المطبخ، وادعوا لي تكمل على خير. باي باي.